السلام عليكم دفعة تانية ثانوي 2026. خلاص الحمد لله منهجنا نزل، نقدر نبدأ فيه دلوقتي. عندنا حصة تأسيس النهارده إن شاء الله، وهناخد جزء من أول درس عندك إن شاء الله في المنهج، ونشوف الدنيا تمشي إزاي. طبعًا أنا عارف أنت ناسي الكيميا شويتين، والعلوم المتكاملة كان فيها شوية كيميا بس مش كتير أوي يعني، فأنت ناسي، فعشان كده هنفكرك باللي أنت خدته في الكيميا سواء في علوم متكاملة سواء في إعدادي، وهيفيدك في منهجك بتاع تانية ثانوي اللي نزل إن شاء الله. تمام؟ فيلا نشوف هنعمل ايه في حصتنا النهارده. طيب اول حاجه محتاجين نبدا نتكلم عنها هو تقسيم العناصر اللي موجوده في الطبيعه. احنا كنا خدنا قبل كده ان احنا عندنا في تقسيم للعناصر دي، كانت عباره عن ايه؟ كان عندك في حاجه اسمها فلزات وحاجه اسمها لا فلزات وحاجه اسمها اشباه فلزات. تمام؟ طيب خلينا نفتكر كده كل حاجه فيهم كان ايه الدنيا فيها على حاجات بسيطه كده. فمثلا كنت اجي اقول لك على ايه؟ اجي اقول لك على الفلزات ان هي كلها بتكون صلبه ما عدا مين؟ ما عدا الزئبق اللي بيكون سائل. ماشي؟ يبقى اول حاجه الفلزات دي كانت بتكون صلبه ما عدا الزئبق هو الوحيد اللي بيكون سائل فيها. ماشي؟ طيب تيجي على اللافلزات هتلاقي في منها عناصر صلبه، منها عناصر سائله، منها عناصر غازيه. ماشي؟ يبقى احنا عندنا بالنسبه للافلزات ففي منها ثلاث حالات، ممكن تكون صلبه، ممكن سائله، ممكن تكون غازيه. اما في حاله الفلزات فهي كلها صلبه ما عدا الزئبق بس هو الحاله الشاذه اللي هو ايه؟ سائل. طيب وكان عندك في شويه حاجات اسمها اشباه فلزات زي البورون والسيليكون والزرنيخ والجرمانيوم. تمام؟ طيب محتاجين كمان برضو نشوف ايه؟ كان عندنا حاجه كمان اسمها ايه؟ الغازات الخامله. طب الغازات الخامله دي محتاجين نبقى عارفينها، ماشي؟ لانها هتفيدنا في منهجنا بتاع تانية ثانوي. طيب فايه هي الغازات الخامله؟ في عندك الهيليوم وفي عندك النيون وعندك الارجون والكريبتون والزينون والرادون. تمام؟ طيب كل ده طبعا هنتعرض له ان شاء الله في خلال منهجنا، وهنعرف ازاي نوزعهم توزيع مختلف عن التوزيع اللي كنا بنوزعه في اعدادي. وكل الكلام ده منهجك بسيط ولطيف جدا، واي حد بيحب الكيمياء هيبقى مبسوط جدا في المنهج ده. تمام؟ طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا عايزين نفتكر مكونات الذره. فانت الذره دي كانت عندك بتتكون من ايه؟ كان في عندك هنا اللي جوه ده كانت حاجه اسمها نواه. تمام؟ طيب والحاجه اللي اسمها نواه دي كان ايه اللي فيها؟ قال لك الحاجه اللي اسمها نواه دي كان جواها حاجتين، كان جواها حاجه اسمها بروتونات، وكان جواها حاجه اسمها نيوترونات. تمام؟ والبروتونات دي كانت موجبه الشحنه، اما النيوترونات فكانت متعادله الشحنه. تمام؟ طيب وكان عندك بره كده تلاقي ايه؟ في الكترونات عماله تلف في مستويات طاقه رئيسيه. ماشي؟ طيب فيبقى زي ما اتفقنا اللي بره دي اسمها مستويات الطاقه الرئيسيه، واللي بتلف فيها دي اسمها ايه؟ اسمها الكترونات، وكانت سالبه الشحنه. ماشي؟ وما تنساش عندك ان البروتونات بتساوي عدد الالكترونات في حاله الذره العاديه. تمام؟ وبما ان البروتونات الموجبه بتساوي الالكترونات السالبه، فعشان كده كنا بنقول ايه؟ ان الذره متعادله كهربيا. ماشي؟ يبقى انت عندك مكونات الذره كان في نواه بتبقى موجوده في نص الذره. تمام؟ وبعد كده عندك النواه دي فيها حاجه اسمها بروتونات موجبه الشحنه، حاجه اسمها نيوترونات متعادله الشحنه، وفي بره النواه دي في عندك ايه؟ مستويات طاقه بيدور فيها الالكترونات سالبه الشحنه. واتفقنا ان البروتونات بتساوي عدد الالكترونات، وعشان كده الذره كانت يقول لك ايه؟ متعادله كهربيا. تمام؟ طيب بعد كده عندك ايه؟ لو عندك عنصر زي مثلا الصوديوم ده، ماشي؟ الصوديوم ده هتلاقي كان بيكتب لك ايه؟ صوديوم، وهنا جايب لك مكتوب عندك هنا 11 ومكتوب عندك هنا 23. طب ايه ال 11 وايه ال 23 دول؟ قال لك خلينا نبدا بايه؟ بال 11. ال 11 دي كانت اسمها العدد الذري. تمام؟ طيب العدد الذري ده ايه دنيته؟ العدد الذري ده عباره عن ايه؟ العدد الذري ده عباره عن عدد البروتونات اللي موجوده في العنصر ده. تمام؟ ولو احنا بنتكلم في حال الذره العاديه فالبروتونات بتساوي عدد الالكترونات، فاقدر اقول لك ان هي عدد البروتونات او عدد الالكترونات. ماشي؟ طب احنا كده خلصنا من ايه؟ من العدد الذري اللي هو بيبقى مكتوب تحت العنصر على الشمال. طيب ايه اللي مكتوب فوق العنصر على اليمين ده؟ قال لك دي حاجه اسمها العدد الكتلي. طب يا سيدي ايه هو العدد الكتلي ده يعني؟ قال لك العدد الكتلي ده عباره عن ايه؟ عباره عن عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. تمام؟ يبقى بالنسبه لنا كده العدد الكتلي هو عدد البروتونات وعدد النيوترونات، اما العدد الذري هو عدد البروتونات او عدد الالكترونات. ماشي؟ واضحه الحته دي؟ طيب ممكن ناخد احنا كده عنصر تاني، وليكن يعني نقول مثلا عندنا كالسيوم 20 و40.
تمام؟ وممكن اكتب ال 40 فوق على الشمال عادي، مفيش مشكله، اللي بتلاقيها مكتوبه فوق دي هو عموما هي العدد الكتلي. ماشي؟ طيب واسال نفسي سؤال بقى واقول معنى كده ال 20 دي ايه؟ وال 40 دي ايه؟ فانا اقدر اقول لك ان معنى كده ان ذره الكالسيوم دي فيها 20 الكترون. تمام؟ واقدر اقول لك ان ذره الكالسيوم دي فيها 20 بروتون. تمام؟ يبقى احنا عندنا هنا بنقول ان ال 20 دي هي عدد الالكترونات او عدد البروتونات. تمام؟ طيب واللي هي بيبقى اسمها ايه؟ اللي هي اسمها العدد الذري. تمام كده؟ طيب امال ايه ال 40 دي؟ قال لك ال 40 دي انا قصدي اقول لك ان عدد البروتونات زائد النيوترونات على بعض هيساووا 40. تمام؟ طيب يبقى احنا كده فهمنا ان ال 40 المكتوبه دي اللي هي العدد الكتلي اللي هي عباره عن ايه؟ عدد البروتونات والنيوترونات. اما اللي بتبقى مكتوبه تحت على الشمال دي بتبقى اسمها العدد الذري وهي عدد البروتونات او عدد الالكترونات. تمام كده؟ طيب خلينا نشوف ايه اللي بعد كده عندنا. قال لك بص بقى، انت محتاج تفتكر تكافؤات العناصر كويس جدا جدا جدا، لان انت هتوزن معادلات. انت عندك الباب الاول عباره اصلا عن مسائل، هتبقى محتاج تكتب معادله موزونه. تمام؟ يبقى انت محتاج توزن معادلات، محتاج تعرف تكتب صيغ. ماشي؟ طيب بما ان انت محتاج توزن معادلات وتكتب صيغ، يبقى انت المفروض ايه؟ تفتكر التكافؤات عشان نعرف نكتب اصلا الصيغه بتاعت المركب دي عامله ازاي. تمام؟ فمثلا كان عندك بيقول لك ايه؟ في عندك عناصر احاديه التكافؤ زي ايه؟ زي الليثيوم، زي الصوديوم، زي الفضه، كلور، بروم، هيدروجين، فلور، يود، بوتاسيوم. تمام؟ طيب ايه اللي مكتوب تحت ده؟ بص دي شفره، في ناس بيحبوا يحفظوا العناصر دي بشفره. انا ما بحبش كده، بس في ناس بيحبوا كده، فاوكي اديها كتبنا لهم ايه؟ شفره يقدروا ايه؟ برضه يحفظوا بيها لو حابين. ماشي؟ طيب محتاجين نفهمها. يعني ايه بقى لسه فك بره في به دي؟ ايه اصلا الكلمه مالهاش معنى، ما تفكرش في دي الكلمه ايه المعنى بتاعتها، مالهاش معنى. تمام؟ طيب ايه بقى هي عباره عن ايه؟ يعني نحفظ بيها ازاي؟ قال لك مثلا انت عندك اول حاجه حرف اللام، صح كده؟ اللام ده مقصود بيه ليثيوم. تمام؟ بعد كده عندك ايه؟ حرف الصاد، الصاد ده المقصود بيه الصوديوم. تمام؟ بعد كده عندك ف، المقصود بيها الفضه. تمام؟ وبعد كده عندك كاف، المقصود بيها الكلور. ماشي؟ وبعد كده عندك ب ر على بعضها دي مقصود بيها ده بروم. تمام؟ طيب واله دي هيدروجين. تمام؟ بعد كده عندك الفه دي فلور، واليه دي يود، والبه الاخيره دي بوتاسيوم. تمام؟ يبقى ده المقصود بايه؟ بكلمه لسه فك بره في به. تمام؟ وزي ما اتفقنا هي مالهاش معنى، هي مجرد جمله تحفظ بيها وخلاص. تمام؟ طيب وزي ما اتفقنا انا ما بحبش الحفظ بالطريقه دي، بس اللي بيحبها اوكي اديني وضحتها لك واديتك الشفره ووضحت لك والدنيا تمام. تمام؟ طيب دي كانت بالنسبه لعناصر احاديه التكافؤ، يعني كل دول تكافؤهم واحد. تمام؟ طيب عايزين نفتكر برضو ايه بالمره العناصر ثنائيه التكافؤ. قال لك انت عندك في زئبق، في اكسجين، في كالسيوم، في رصاص. وخد بالك من حاجه، الرصاص ليه تكافؤين، تكافؤ ثنائي وتكافؤ رباعي. ماشي؟ هنا انا حاطط لك في الثنائي وهتلاقيني حاطط لك تاني في الرباعي. تمام؟ فالرصاص عندك هنا تكافؤ ثنائي، وعندك منجنيز، والمنجنيز ليه اكتر من تكافؤ. لما تطلع ثالث ثانوي هتعرف ان ليك تكافؤات كتير جدا. تمام؟ طيب وعندك النحاس، وهتلاقيني كاتب لك ايه؟ نحاسيك. ماشي؟ ليه؟ عشان النحاس ليه اكتر من عدد تكافؤ برضه. انت عندك مثلا لسه ورا هنا هتلاقي كان عندك المفروض يكون فيهم نحاس، هو من ضمنهم في النحاس برضه. اوكي؟ فاحاديه التكافؤ مش دول بس دول الاشهر، لكن مثلا النحاس فعندك ليه احاديه التكافؤ برضه. ماشي؟ طيب فهنا حاطط، بس لو عندك هنا النحاس احاديه التكافؤ هتلاقيه بيقول لك اسمه ايه؟ هتلاقيه بيقول لك اسمه نحاسوز. ماشي؟ ودايما لما تلاقيني كتبت لك عنصر وبعديه قوس في الاخر كده، واو زين في الاخر كده، اعرف ان ده تكافؤ صغير وليه تكافؤ اكبر منه. تمام؟ فانا هنا قلت لك ايه؟ لو احادي التكافؤ في عندك نحاسوز. ماشي؟ طيب نيجي بقى لثنائي التكافؤ، هتلاقيني بقول لك ايه؟ نحاسيك. ماشي؟ اللي هو نحاس موجب 2. وممكن يقول لك نحاس موجب 2 عادي، ممكن يجيب لك نحاس يروح عامل لك كده نحاس وجنبها العلامه دي، العلامه دي معناها ان هو موجب 2. تمام؟ فمش شرط يعني يجيب لك الشكل معين، بس لو قال لك نحاسيك تبقى انت فاهم هو بيتكلم على ايه؟ نحاس موجب 2. قال لك نحاسوس يبقى بيتكلم على نحاس موجب 1. تمام؟ طيب عندك هنا حديد وحاطط لك في الاخر ايه؟ اوز، يعني حديدوز. ماشي؟ وحديدوز هنا هو موجب 2. معنى ان انا قلت لك حديدوز معنى كده ان اكيد في حديديك،
وان اكيد هيبقى تكافؤ اكتر من 2. فلازم تاخد بالك من حاجه كده، الرصاص عنده اكتر من تكافؤ، والمنجنيز عنده اكتر من تكافؤ، والنحاس عنده اكتر من تكافؤ، والحديد عنده اكتر من تكافؤ. تمام؟ فركز في الحته دي. مش شرط يبقى عليك كل التكافؤات دلوقتي، في ثانيه ثانوي انت مش مطالب تعرف التكافؤات بتاعتهم قوي. ماشي؟ وانت حتى في ثالثه ثانوي هتبقى تحتاج بس تعرف ايه المنجنيز ده والحديد والنحاس برضه. تمام؟ بس خليك دلوقتي في ثانيه ثانوي، خلصها بعد كده نشوف حوار ثالثه ده بعدين. ماشي؟ يبقى انت عندك هنا حديدوز ده معناها ان ده التكافؤ الصغير للحديد، وهنشوف التكافؤ الكبير كمان شويه. طيب بعد كده عندك باريوم ومغنيسيوم، الحمد لله مفيش اي حاجه جنبهم، فمعاك مش غير التكافؤ ده بس. ماشي؟ فعندك الباريوم ومغنيسيوم، وعندك الخرسين او اسمه زنك، الاثنين الاسمين صح، سواء خرسين سواء زنك، فالاثنين نفس الاسم عادي خالص. تمام؟ عندك خرسين او زنك اللي هو زد ان برضه تكافؤ ثنائي، وعندك الكبريت ده ليه اكتر من تكافؤ برضه. ماشي؟ بس هنا قال لك ايه موجب 2. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشاكل في الكلام ده. طيب خلينا نكمل. قال لك ايه عندك عناصر ثلاثيه التكافؤ. ماشي؟ زي ايه؟ زي الالومنيوم، زي الانتيمون، زي الحديديك. وركز بقى ايه حاطط في الاخر يه كاف، واتفقنا موازين يبقى ده تكافؤ صغير، يه كاف يبقى ده التكافؤ الكبير. فانا ورا قلت لك حديدوز ده كان موجب 2. ماشي؟ هنا قلت لك حديديك ده كده موجب 3. تمام كده؟ طيب يبقى ده كده حديد موجب 3، يبقى اسمه حديد حديديك يا اما حديد موجب 3. حديد موجب 3 ممكن يعمل لك بالشكل ده عشان لو جات لك ما تستغربش عادي. تمام؟ طيب وعندك الفسفور وعندك النيتروجين، في ليها اهو شفره للي بيحب الموضوع ده. ماشي؟ لو دي ألمونيوم انت انتيمون، حديد، فسفور، والنان دي كلها بتكلم عن النيتروجين. تمام؟ يبقى برضو ايه انا قلت لك شفت بتتعمل ازاي عشان برضو تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام؟ طيب خلينا نشوف بعد كده عندنا ايه كمان. عندك ايه عناصر رباعيه التكافؤ، زي مين؟ زي الكبريت. لسه كنت بقول لكم من شويه ان الكبريت موجب 2، وهنا بقول لك ان الكبريت كمان ايه عنده حاله 2، ممكن يكون ثنائي التكافؤ ممكن يكون رباعي التكافؤ. ماشي؟ مش موجب 2، هو عنده حاله ثنائي التكافؤ وعنده حاله بيكون رباعي التكافؤ، فخد بالك من الحته دي، ممكن يكون ثنائي التكافؤ ممكن يكون رباعي التكافؤ. ماشي؟ خد بالك من الكبريت برضه. ماشي؟ عندك ايه كمان؟ عندك السيليكون وعندك الكربون وعندك القصدير. المنجنيز اللي انا قلت عليه من شويه ان هو عنده حاله اكسد ايه 2، او اتفقت ان هو عنده تكافؤ 2، فهنا بقول لك ان عنده تكافؤ 4، فعادي هو رباعي التكافؤ وثنائي التكافؤ برضه. ماشي؟ وزي ما اتفقنا انت تفهم محور المنجنيز والحديد دول والنحاس في ثالثه ثانوي، لان انت عندك اصلا باب كامل هتتكلم على الكلام ده. تمام؟ طيب وعندك الرصاص اهو اللي من شويه قلنا عليه برضه ايه موجب 2. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشكله. طيب هنا عايزين نعرف ايه الشفره ماشيه ازاي. قال لك دي كبريت. ماشي؟ وعندك السين دي سيليكون، والكاف دي كربون. ماشي؟ القاف قصدير، والميم منجنيز، والر رصاص. تمام؟ ادي كده ايه كده احنا خلصنا من العناصر. بس خد بالك ان في حاجه عندك اسمها مجموعات ذريه، الموضوع مش بس عناصر. طيب زي ايه؟ قال لك مثلا انت عندك هنا ايه مجموعه احاديه التكافؤ. ماشي؟ يبقى دي مجموعات ذريه احاديه التكافؤ. فرق بين لما اقول لك عنصر احاديه التكافؤ وبين مجموعه احاديه التكافؤ. تمام كده؟ طيب فعندك اول حاجه ايه عندك برمنجانات، عندك نترات، عندك اسيتات او خلات، دي حاجه تبع العضويه دي. تمام؟ عندك اسيتات خلات تبع العضويه، وعندك حاجه اسمها نيتريت. ماشي؟ وعندك هيدروكسيد، وعندك بيكربونات، وعندك امونيوم، وعندك بيكبريتات. ماشي؟ طيب لو انت عايز تحفظهم فهم ليهم شفره هنا اسمها ايه بنانا هباب. تمام؟ طب ايه بقى الكلام ده؟ قال لك البيه دي البرمنجانات. تمام؟ طيب والنون دي نترات. ماشي؟ والالف اسيتات. ماشي؟ وعندك بعد كده النون الثانيه نيتريت الصغيره اللي هي NO2. ماشي؟ وبعد كده عندك الهيه دي هيدروكسيد. تمام؟ وبعد كده عندك في البه اللي هنا دي ماشي دي بيكبريتات او بيكربونات HCO3. ماشي؟ وبعد كده عندك في الف، الالف دي اللي هي الامونيوم NH4. ماشي؟ واخر حاجه عندك
الب اللي هنا دي بكبريتات. تمام، ادي الشفره قدامك اهي برضه عشان تبقى ايه مجمع الدنيا ماشيه ازاي. طيب خلينا نكمل بعد كده. قال لك بعد كده ايه؟ عندك في عناصر بتكون او مجموعات ذريه بتكون ثنائيه التكافؤ. طيب زي ايه؟ كربونات، كبريتيت، كبريتات، ثيو كبريتات، كرومات، ثاني كرومات. تمام؟ لو لاحظت هتلاقي دايما بيقول لك ايه؟ كاف يا س، يا كاف يا س. ماشي؟ يعني اهو كربونات، كربونات، كبريتيت، كبريتات، ثيو كبريتات، كرومات، ثاني كرومات. اي مجموعه هتلاقيها بادئه بكاف او س اعرف ان هي غالبا ثنائيه التكافؤ. تمام كده؟ يبقى احنا هنا اهو كل المجاميع اللي جت علينا قصادنا اهي بالكاف وبالس. اي حاجه تشوفها كاف س مجموعه ذريه يبقى دي ايه؟ ثنائيه التكافؤ. طيب وعندك واحد بس يتيم غلبان هو ايه؟ اللي ثلاثي التكافؤ، اللي هو مين؟ اللي هو الفوسفات. ماشي؟ يبقى انت عندك هنا واحد بس هو لوحده كده، ده اللي هو الفوسفات. ماشي؟ مفيش غيره، هو الوحيد اللي ايه؟ الثلاثي التكافؤ. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشكله. طيب بعد كده بقى محتاجين ايه؟ نتعلم ازاي نكتب صيغه المركب. تمام؟ انا هتعامل معاك ان انت ما بتعرفش تكتبها خالص، ولا انت خدتها في اعدادي ولا حاجه. تمام؟ طيب بص يا سيدي، اول حاجه مثلا بيقول لك ايه؟ عندك كربونات الصوديوم. طيب ممكن نحاول نعملها كده كده، احنا عارفين بنبدا باللي احنا هنا بيه. بمعنى احنا قلنا كربونات الصوديوم يبقى هنبدا بالصوديوم، صح كده؟ طيب الصوديوم عندك افتكر كده هو كان تكافؤه ايه؟ فهو تكافؤه كان احادي، فممكن نعمل هنا موجب اهو. ماشي؟ طيب والكربونات دي مجموعه ذريه بادئه بالكاف يبقى هي ثنائيه التكافؤ. طب رمزها كان ايه؟ كان CO3. تمام؟ طيب محتاج اعرف بقى لما اجي اكتب المركب ده هكتبه ازاي؟ قال لك بسيطه قوي. بص يا سيدي، كنا بنعمل ايه؟ ادي التكافؤ ده وادي التكافؤ ده، صح كده؟ طيب وبعدين بدلهم يا باشا. تمام؟ فلما تيجي تكتب لي المركب في الاخر تروح كاتب لي كده، مش احنا بدلنا التكافؤات؟ هنكتب كده Na2CO3. تمام؟ يبقى كده المركب معانا كتبناه Na2CO3. طب ليه ما كتبناش CO3 1؟ التكافؤ الأحادي ده ما بنكتبوش. تمام؟ يبقى ناخد بالنا من الموضوع ده، التكافؤ الأحادي ما بيتكتبش. عشان كده لما بدلنا تكافؤات قلنا Na2CO3، يعني كده بقى عندك 2 Na وواحده CO3. انا بدلت تكافؤات ما عملتش حاجه. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. طب لو في مشكله، في مثال تاني. تمام؟ عندك هيدروكسيد المغنيسيوم. ماشي، هيدروكسيد المغنيسيوم، تعالى نحاول نكتب ايه الرمز بتاعه كده. قال لك اول حاجه ابدا بالمغنيسيوم، المغنيسيوم رمزه اهو Mg. حاول كده تفتكر كان ايه التكافؤ بتاعه. فالتكافؤ بتاعه كان موجب 2، فنحط هنا موجب 2. طيب هيدروكسيد دي كانت مجموعه ذريه وكانت احاديه التكافؤ، يبقى اكتب هنا OH. تمام؟ واروح اعمل ايه؟ ببدل تكافؤات. ادي التكافؤ ده اهو والتكافؤ ده اهو، وبدل يا باشا الاتنين ببعض. تمام؟ طب اجي اكتبها ازاي؟ اروح كاتب MgOH باي 2. ايه ده بقى؟ ايه القوسين اللي حطيتهم دول؟ قال لك بص، لو انت تحط تكافؤ تحت مجموعه ذريه لازم تحطها بين قوسين. ماشي؟ يبقى لو انت هتحط تكافؤ جنب مجموعه ذريه لازم تحطها ايه؟ بين قوسين. عشان كده قلت لك MgOH باي 2، واتفقنا الواحد ما بيكتبش عشان كده كتبنا Mg بس ما كتبناش Mg1. تمام؟ طيب يبقى MgOH باي 2. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش مشكله. طب في مشكله في غيرها. ماشي؟ عندك كبريت الكالسيوم. طب كبريت الكالسيوم تعال نكتب ايه الشكل بتاعها. عندك اول حاجه هنبدا بالكالسيوم. كالسيوم حاول كده تفتكر معايا كان ايه تكافؤه. فالكالسيوم كان تكافؤه موجب 2 اللي هو ثنائي، يعني ثنائي التكافؤ. اوكي؟ طيب حلو قوي. وبعدين كبريتات دي مجموعه ذريه بادئه بالكاف، واحنا اتفقنا اي حاجه مجموعه ذريه بادئه بالكاف او بالس هي ثنائيه التكافؤ. يبقى بالتالي نروح كاتبين ايه؟ SO4 سالب 2. ماشي؟ طيب ممكن نبدل تكافؤات؟ بدلنا تكافؤات. ممكن نكتب شكل مركب، نكتب CaSO4. ايه ده يا مستر؟ مش المفروض نكتب Ca2SO4 باي 2؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. ليه؟ مش هما الاتنين نفس التكافؤ؟ خلاص هيطيروا مع بعض. تمام؟ نفس التكافؤ بنطيرهم مع بعض ما نكتبهمش.
تمام؟ اي اتنين نفس التكافؤ ما بنكتبهمش. امتى نكتب؟ لو التكافؤات مختلفه. نفس التكافؤ ما نكتبش حاجه جنبه، هنكتب سي اس او 4 كده على بعضها. واضحه كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب خلينا نشوف مثال كمان. قال لك ايه؟ فوسفات الفضه. طيب خلينا نكتب برضه ايه؟ نكتب الرموز بتاعته ونشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. قال لك الفضه ادي اي جي، والفضه ده كان احادي. طيب الفوسفات دي كانت المجموعه الذريه الوحيده اللي ايه؟ اللي كانت ثلاثيه. يبقى نقول هنا بي او 4 نيجاتيف 3. تمام؟ يلا نبدل تكافؤات. هنا عندك موجب، هنا عندك موجب 1، هنا سالب 3. بدل تكافؤاتنا. نكتبها ازاي؟ حاول كده تتوقع انا هكتبها ازاي. يعني وقف الفيديو كده ثواني، فكر فيها شكلها عامل ازاي وشوف بقى كده هكتبها انا ازاي. طيب عندك هنا يبقى نقول AG3 BO4. تمام كده؟ تمام كده. طيب حاسس دي لسه فيها ايرور. يلا يا عم نكمل. خد مثال كمان. قال لك ايه؟ نيتريد المغنيسيوم. ماشي خلينا نكتبها. لو انت هتكتب على نيتريد المغنيسيوم نكتب اول حاجه المغنيسيوم. ادي المغنيسيوم معانا Mg، ولسه كنا قايلينها من شويه موجب 2. طيب النيتريد ده اللي هو مين؟ هو بيتكلم عن نيتروجين يعني. طيب النيتروجين ده لو انت تفتكر كان بالنسبه لنا ثلاثي التكافؤ، صح كده؟ يبقى نكتب هنا N نيجاتيف 3. ماشي. تعالى نبدل تكافؤات. بدلنا تكافؤات. تعالى نكتب شكل مركب. نكتب Mg3 N2. وزي ما اتفقت معاك قبل اي مركب ما نكتبه جربه انت مع نفسك. وقف الفيديو جربه انت مع نفسك وهشوف انا هكتبه، هشوف انت حليتها صح ولا لا. تمام؟ لقيت نفسك حليتها صح اوكي، حليتها غلط ارجع للتكافؤات تاني. ماشي؟ طيب ده فيها مشكله. خلينا نخش على اللي بعدها ونشوف. عندك كلوريد الصوديوم. ماشي. نكتب الكلوريد الصوديوم. الصوديوم Na، ولسه قايلينه من شويه موجب. تمام؟ هي طلعت غلط بس هي موجب يعني. ماشي؟ طيب اها نكتبها موجب برضو اهو، كتبناها موجب. ماشي. طيب نيجي الكلوريد. الكلوريد عندنا كان برضو وحدة تكافؤ، نروح قايلين Cl سالب. تمام. طيب بدل تكافؤاتك يا باشا. ها ادي هنا وادي هنا، بدلهم. تعال نكتب شكل المركب عامل ازاي. هيطلع معاك NaCl. احنا متفقين ما بنكتبش واحد ده اصلا، وحتى لو كنا هنكتبه فبرضه كنا هنشيله لقيت نفس التكافؤ. تمام. طيب شوف اللي بعدها. كبريتات حديدوز. طالما قال لك حديدوز يبقى هو بيتكلم على ايه؟ على حديد موجب 2. ماشي؟ فخد بالك من الكلام. قال لك كبريتات حديدوز يبقى تكتب له عندك كده، تروح ايه؟ تروح كاتب له اول حاجه Fe موجب 2. طب وكبريتات لسه كنا جايبينها من شويه وقلنا ان هي مجموعه ذريه بتبدا بالاس، يبقى بتبدا قصدي بالكاف، يبقى ايه؟ ثنائيه التكافؤ. يبقى عندك هنا SO4 سالب 2. تمام؟ بدل تكافؤات يا باشا. ادي هنا موجب 2 سالب 2. المفروض زمان كان عرفت ايه اللي هيحصل، بس خلينا برضه نقولها. يبقى نقول ايه؟ FeSO4. تمام؟ طيب تعال نشوف اللي بعدها. قال لك ايه؟ كبريتات حديديك مش حديدوز. تمام؟ يعني انت عايز تقول لي ان ده ايه؟ حديد موجب 3. اوكي يا عم. نكتب هنا Fe موجب 3، ونكتب هنا ايه؟ الاس او 4 زي ما هي SO4 سالب 2. بدل تكافؤاتك. هنا موجب 3 هنا سالب 2. بدل التكافؤات واكتب المركب. فهنقول ايه؟ Fe2 SO4 باي 3. وما تنساش تحط قوسين جنب المجموعة الذرية. طالما انت هتحط لها تكافؤ لازم تحط ايه؟ قوسين بين المجموعة الذرية وبعضها. ماشي؟ واضحة كده؟ ان شاء الله تكون خلاص تمام يعني. طيب نقول ان هي مش تمام. يلا يا عم نكمل، ناخد كام مثال كمان. هقول لك ايه؟ طيب عندنا هنا ايه؟ ثاني كلورات بوتاسيوم. طيب خلينا نكتبه. قال لك بوتاسيوم سهله كي، تكافؤه كان تكافؤه احادي، يبقى نقول هنا موجب. طيب ثاني كرومات. ثاني كرومات ده كان بان هي مجموعه ذريه بادئه بالس فهي ثنائيه التكافؤ. طب كان ايه رمزها؟ Cr2O7. تمام؟ تمام. طيب بدل تكافؤاتك. هنا عندك موجب، هنا عندك سالب 2. نبدلهم مع بعض كده ونروح كاتبين شكل المركب اهو K2
Cr2O7. تمام؟ ادي ايه؟ شكل المركب. طيب نشوف مثال كمان. برمنجانات بوتاسيوم. هنكتب برضو معانا اول حاجه البوتاسيوم، ادي البوتاسيوم K. البرمنجانات دي كانت مجموعه ذريه احاديه التكافؤ، كان ايه رمزها؟ MnO4. تمام؟ طيب وبعدين بدل تكافؤاتك، بدلنا تكافؤاتنا، ممكن نكتب المركب، يلا نكتبه KMnO4. تمام؟ طيب في مشكلة؟ ما اظنش، يعني حاليا عملنا 10 مركبات اهو. طب في مشكلة؟ يا عم ماشي، خد لك كمان مركب. كبريتات نحاسيك. وقف ثواني وفكر فيها انت كلها بقى. تمام؟ وقف الفيديو هنا وفكر فيها كلها وبعد كده شوف الحل. طيب قال لك اول حاجة هنا ايه؟ كبريتات نحاسيك. نحاسيك يعني انت عايز تقول لي ان هو نحاس موجب 2. تمام؟ طيب وكبريتات لسه كنا عاملينها، قلنا اسمها SO4، هنا -2. تمام؟ طيب بدل تكافؤاتك يا باشا، ادي موجب 2 وسالب 2، وزي ما اتفقنا نفس التكافؤ ما بنكتبوش، نكتب CuSO4. تمام كده؟ طيب اخر واحد معانا بعد 12 خلاص بقى، وبرضه زي ما قلت لك حاول كده توقف وتجرب انت تعملها. طلع معاك صح كان به، ما طلعتش معاك صح راجع التكافؤات تاني. ماشي؟ طيب هنا قال لك ايه؟ اكسيد الومنيوم. طيب خلينا نكتب اول حاجه الومنيوم. الالومنيوم ده كان ثلاثي التكافؤ موجب 3. تمام؟ طيب حلو قوي. خلينا نبص الناحيه الثانيه، عندنا الاكسيد. الاكسيد ده اللي هو مين؟ اكسجين يعني. طب الاكسجين كان عندنا -2. ماشي، اللي هو ثنائي التكافؤ يعني. تمام؟ طيب ادي عندنا هنا موجب 3 وهنا -2. بدل تكافؤاتهم واكتب لي شكل المركب. هتروح كاتب ايه؟ Al2O3. تمام كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله ما يكونش في مشكله، يعني ان شاء الله ما يكونش في مشكله بعد الكلام ده. تمام؟ طيب خلينا نكتب بعد كده بقى معادله موزونه. ماشي؟ طيب نكتب معادله موزونه. هيقول لك ايه؟ قال لك تفاعل حمض هيدروكلوريك مع هيدروكسيد الكالسيوم. احنا محتاجين نكتب الحمض وبعد كده نكتب ايه؟ الهيدروكسيد الكالسيوم. ماشي؟ طيب مش هتفرق نكتب مين الاول، مش هتفرق، بس خلينا نكتب مثلا احنا مثلا ايه؟ نكتب ال HCl الاول. قال لك حمض هيدروكلوريك صح كده؟ اللي هو HCl. ماشي؟ مع هيدروكسيد الكالسيوم. فكر انت فيها بقى مع نفسك قبل ما انا اكتبها، قبل ما اكتبها رمزها. قال لك هيدروكسيد كالسيوم. تمام؟ تكتب ازاي؟ CaOH/2. تمام كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. طيب ده كان تفاعل اسمه تفاعل تعادل. ماشي؟ حمض وقاعده كان هيديك ملح وميه. ماشي؟ طيب فتروح عامل ايه؟ تروح واخد كده الCa مع الCl والH تروح للOH. تمام؟ فيطلع معاك ايه؟ يطلع معاك CaCl2. وطبعا ليه 2 ده؟ لان الكالسيوم تكافؤ ثنائي والكلور تكافؤ احادي. ماشي؟ مع H2O. تمام كده؟ احنا كده خلصنا المعادله ككتابه. محتاجين نوزن بقى. طيب عشان اوزن اعمل ايه؟ قال لك بص، انت عشان توزن اي حاجه لازم تمسك عنصر عنصر، او لو في مجموعه ذريه داخله وخارجه نفس الحاجه تمسكها تشوف هل اللي داخل قد اللي خارج ولا لا. بمعنى بص كده يا سيدي، اول حاجه عندك هنا في اتش صح كده؟ طيب في عندك هنا برضو 2 اتش. ماشي؟ خد بالك من دي. يبقى انت عندك هنا في 3 اتش، هناك الناحيه الثانيه خارج كام؟ 2. 3 و2 سيبك منها دلوقتي، اصبر عليها شويه. تمام؟ طيب كمل بعد كده. عندك هنا ايه؟ سي ال واحده بس، يعني انت داخل معاك كلوره واحده بس. تمام؟ طيب خارج معاك كام؟ قال لك خارج معاك CaCl2. ده خارج 2. طب اعمل ايه بقى هنا؟ مش انت عندك داخل واحد خارج 2؟ خلاص يبقى انت لازم تخلي اللي داخل قد اللي خارج، يعني لازم تخلي اللي داخل كمان 2. طب اخلي اللي داخل 2 ازاي؟ خلاص يا باشا سهل قوي. هقول لك ايه؟ اضرب هنا في 2. سهل، ده بسيط يعني. تمام؟ طيب خلاص ضربنا، بس خد بالك انت لما بتحط هنا 2 انت كده بتضرب ال2 دي في المركب كله. يعني ما تجيش تقول لي انا كده عندي ذرتين كلور وذره هيدروجين، لا يا راجل ازاي يعني؟ تمام؟ فانت كده ضارب في ايه؟ في المركب كله. يعني هنا بقت اكنك بتقول لي 2 اتش و2 سي ال. خد بالك من الحته دي.
يبقى انت هنا اكنك بتقول لي 2H و2Cl. واضحه الحته دي؟ طيب خلينا نكمل. السي ايه؟ داخل واحد لوحده خارج واحد لوحده. تمام. طيب الاو داخله 2 لان القوس ده برده مضروب في الاثنين، يعني هنا في 2 اتش وهنا 2 او. الاو كده داخله 2. طب خارج هناك ايه؟ خارج هناك واحده بس. داخله 2 خارجه واحده، اعمل ايه؟ خلاص يبقى اللي خارج ده اروح ضربه هو كمان في 2. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب احنا كده خلاص زي ما اتفقنا ظبطنا الاو. طب ممكن بقى نبص على الاتش. طيب تعال نبص على الاتش. كده الاتش خد بالك من حاجه، ادي داخله 2 هنا، ماشي، معاك هنا 2 اتش ومعاك هنا 2 اتش كمان، ماشي، يبقى انت معاك هنا كله ايه؟ معاك 4 اتش. تمام؟ كده انت لازم يكون زي ما داخل 4 اتش يخرج 4 اتش. طب بص هنا كده احنا متفقين الاثنين دي كانت بتضاف في ايه؟ في المركب كله. يعني هنا 2 اتش 2، يعني معنى كده بقول لك ايه؟ 4 اتش. شكرا. يبقى انا كده داخل 4 اتش خارج 4 اتش زي الفل. خلاص انا كده زي الفل. تمام. احنا كده ايه؟ عملنا وزن لاول معادله معانا. طب حلو قوي. طب حصل معاك اي ايرور، خش على المعادله الثانيه. طيب تاني معادله بيقول لك ايه؟ تفاعل حمض الفسفوريك مع هيدروكسيد الحديديك. تمام. خلينا نكتب. قال اول حاجه قال لك ايه؟ حمض الفسفوريك. حمض الفسفوريك اللي هو رمزه H3BO4. خلاص بقى انت عارف هو ليه بيتكتب كده، اكيد بقى خلاص ان شاء الله. تمام. طيب مع هيدروكسيد حديديك، فكر كده هكتبها ازاي؟ ادي FeOH باي 3. تمام كده. طيب حلو قوي. برضه حمض وقاعده هيدرا ملح وميه. ماشي. اعرف ايه بقى ازاي؟ قال لك بس الاف اي ده هياخد البي او 4 دي، والاتش هيروح للاو اتش عشان يعملوا ايه؟ يعملوا ميه. اوكي. طيب خلاص خلينا نكمل بقى المعادله اهو. فكر كده هكتبها ازاي؟ قال لك بص مش الاف اي ده ثلاثي والبي او 4 هو كمان ثلاثي، خلاص اف اي بي او 4 سهله. تمام. يبقى هنا اف اي بي او 4 وبعدين حط معاها الميه زائد H2O. تمام كده. طيب محتاجين بقى نوزن. بص بقى على حاجه. قال لك اولا انت معاك هنا ايه؟ 3 اتشات ومعاك هنا 3 اتشات كمان. تمام. يعني انت كده معاك كام؟ 6 اتشات. ماشي. طيب هناك خارج معاك كام؟ هناك خارج معاك اتشتين بس. انت داخل 6 خارج 2. طب انت هتضرب كام في 2 عشان يوصلك للستة؟ احنا زي ما متفقين بنحط حاجه نضربها في المركب كله. ايه كام في 2 يديني 6؟ يا ترى هيكون كام؟ هيكون طبعا ايه؟ 3. ماشي. يبقى انت عندك هنا ضربنا هنا في 3. حلو قوي. طيب البي او 4 داخله واحده خارجه واحده زي الفل. الاف اي داخل واحده خارج واحده زي الفل برضه. الاو هنا في 3 او، يبقى انت كده داخل معاك ايه؟ 3 او. تمام. خارج معاك كام؟ خارج معاك برضه 3 او زي الفل. خلاص احنا كده ايه؟ وزننا المعادله. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش. بص يا عم كمان معاك ايه؟ مثال تالت نجرب فيه. حاول تعمله انت لوحدك. جرب تعمله انت لوحدك كده. وقف الفيديو برضو وانا هحله معاك. وقف كده الفيديو وشوف كده هتعرف تعمله كله ولا ايه الدنيا معاك. طيب هنا قال لك ايه؟ تفاعل كربونات الصوديوم مع حمض هيدروكلوريك. طيب اول حاجه هنعمل ايه؟ ادي الهيدروكلوريك اهو HCl زائد عندك قال لك ايه؟ كربونات صوديوم، يعني Na2CO3. تمام. طيب ايه اللي يحصل بعد كده؟ ال Na ياخد الCl والH تروح لايه؟ للCO3. بس خد بالك من حاجه، هنا هيطلع معاك حاجه اسمها H2CO3 وده حمض بيتفكك بسرعه جدا، ماشي؟ فما بيطلعش معاك H2CO3. لو لقيت كربونات ومعاها H هيروح لها، اعرف انها تفك الحاجتين ل H2O و CO2. تمام. يبقى لو لقيت كده خد بالك من الحته دي، لو لقيت كده هيدروجين رايح لكربونات فالمفروض يعمل حاجه اسمها حمض الكربونيك اللي هو H2CO3. بس H2CO3 ده بيتفك بسرعه قوي. يتفك لايه بقى؟ ل H2O و CO2. ماشي. فهتلاقيها ايه؟ طلعت معاك بالشكل ده NaCl زائد H2O زائد CO2. تمام كده. طيب خلينا نشوف بعدها الوزن. الاتش داخله واحده خارجه 2. شكرا.
نعمل ايه؟ نروح ضاربين هنا في 2. تمام؟ طيب كده السي ال داخله 2 خارجه كام؟ خارجه واحده. ماشي، اضرب هنا في 2. تمام؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ ان شاء الله لا. طب الان ايه؟ داخله هنا 2 وبقت خارجه 2 لما ضربنا في 2 هنا. يبقى الان ايه كمان ايه؟ خلصنا منها. السي او 3 اتفكت سي لوحدها والاو 3 لوحدها. طب السي لوحدها موجوده اهي، زي ما داخله زي ما خارجه، السي موجوده. طب والاو 3 يعني انت معاك كده 3 اوهات. بص كده هتلاقي عندك في اوهايه هنا و2 او اهي. يعني برضو ايه، زي ما داخل معاك 3 او خرجوا 3 او، مش شرط يطلعوا نفس الشكل عادي. يعني مش لازم يطلع لك سي او 3، هي هتفكت فتفك ال H2O CO2. تمام؟ فهتلاقي برضو ايه في الاخر مجموعهم في كربونه وثلاث اكسجينات، فالدنيا معاك تمام مفيش مشكله فيها. واضحه كده؟ ان شاء الله واضحه. طيب بص يا سيدي مثال كمان. هنا بقى ايه، انا كاتب لك المعادله اهو، جرب انت توزنها. ماشي؟ برضه زي ما اتفقنا انا هحلها معاك يعني، بس انت وقف كده وحاول انت ايه توزنها انت مع نفسك. تمام؟ طيب هنا بيقول لك ايه، تفاعل اكسيد حديديك مع حمض هيدروفلوريك. ماشي؟ وادي اكسيد حديديك اهو وحمض الهيدروفلوريك اهو، ومديك كمان نواتج اهي. تمام؟ طيب ممكن نبص عليهم واحده واحده كده. اول حاجه عندك ايه؟ Fe2 صح كده؟ داخل 2 خارج كام؟ خارج واحده. هل ده ينفع؟ ما ينفعش. فبالتالي ايه اللي نعمله؟ نروح ضاربين هنا في 2. تمام؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ ان شاء الله مفيش مشكله. طيب وبعدين نيجي هنا الاو 3 يعني ايه؟ داخله 3 خارجه كام؟ مفيش غير او واحده بس. يبقى نعمل ايه؟ سهل، اضرب هنا في 3. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. طيب الاتش داخله واحده خارجه كام؟ خارجه 6. اللي احنا ضربنا هنا ايه؟ 3 في 2، ف3 في 2 ب 6. طيب يبقى انت لازم تروح ايه؟ ضارب هنا كمان في 6. طب الاف كده داخله 6 خارجه كام؟ قال لك خارجه 6 برضه عشان 2 في 3 ب 6. تمام؟ شكرا انت وزنت المعادله. طيب عندك مشكله لسه؟ تعال خد مثال كمان. تفاعل غاز النيتروجين مع غاز الاكسجين ومديك التفاعل ده. تمام؟ طيب قال لك ان 2H2 بقت NH3. مبدئيا اول حاجه ال N داخله كام؟ داخله 2. خارجه كام؟ خارجه واحده. تمام؟ نضرب هنا في 2. كده ظبطنا ال N. تعالى على ال H. ال H داخله كام؟ داخله 2. خارجه كام؟ خارجه 6 عشان 2 في 3 ب 6. تمام؟ كام في 2 يدينا 6؟ 3. خلاص خلصنا من دي كمان. لسه عندك ايرور؟ ان شاء الله لا يعني، بس يا عم خد مثال كمان. تمام؟ بيقول لك ايه؟ تفاعل هيدروكسيد الالومنيوم مع حمض الكبريتيك ومديك التفاعل قدامك اهو. تمام؟ طيب تعال نبص عليه. ال Al داخله هنا واحده خارجه كام؟ خارجه 2. ماشي، تروح عامل ايه؟ ضارب هنا في 2. تمام؟ الاو داخله 6. ماشي، عشان 2 في 3 ب 6. خارجه كام؟ خارجه واحده. ماشي؟ تمام، تروح عامل ايه؟ تروح ضارب هنا في 6. في مشكله لحد دلوقتي؟ ان شاء الله لا. سيبك من الاتش دلوقتي، خليها على جنب كده دلوقتي. ماشي؟ سيبك من الاتش دي والاتش دي سيبك منها، خش على الاس او 4. الاس او 4 داخله كام؟ داخله واحده. خارجه كام؟ خارجه 3. صح كده؟ طيب يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ تضرب هنا في 3. تمام؟ ارجع للاتش تاني. شوف الاتش هنا كام وهنا كام. وخد بالك ان هنا في اتش هنا واتش هنا بنجمعهم على بعض. تمام؟ بمعنى يعني هنا 2 في 3 يبقى في عندنا هنا ايه؟ 6 اتش. تمام؟ وهنا 2 في هنا 3 في 2 فبرضه 6 اتش. معنى كده ان انت داخل معاك كام؟ داخل معاك 12 ذره اتش. تمام؟ فلازم يخرج معاك 12 ذره اتش، لازم. كده اي حاجه غير كده مش موزون. طيب تعال نبص كده ونشوف خارج معانا كام. لقيناها 6 في 2. 6 في 2 بكام؟ ب 12. خلاص قشطه، احنا كده زي الفل. يبقى احنا كده ايه؟ وزننا المعادله برضو والدنيا تمام. ان شاء الله مفيش مشكله بقى، ان شاء الله مفيش مشكله. تمام؟ طيب في مشكله؟ خد معادله كمان يا عم. طيب بيقول لك ايه؟ تفاعل اكسيد الصوديوم مع حمض نيتريك. تعال نكتب حمض نيتريك. نكتب معانا HNO3. طيب مع اكسيد الصوديوم نروح كاتبين Na2O. تمام كده؟ تمام كده. طيب وبعدين ال Na تاخد ال NO3 وال H تروح لل O. تمام؟ فيطلع معانا مركب عامل ازاي؟ يطلع معانا Na
NO3 ويطلع معانا كمان H2O. تمام؟ طيب ممكن نوزن؟ تعالى نوزن. أول حاجة ال H داخلة واحدة خارجة 2 صح كده؟ اضرب في 2. تمام؟ ال NO3 كده داخلة 2 خارجة كام؟ خارجة واحدة. نروح ضاربين هنا كمان إيه؟ في 2. تمام؟ ال N إيه؟ داخل 2 خارج 2 زي الفل. ال O داخلة واحدة خارجة واحدة. شكرا وزنت المعادلة. في أي مشاكل في الكلام ده؟ إن شاء الله لأ. يعني إن شاء الله لأ. تمام؟ أدي كده خلصت. شوف اللي بعدها تفاعل أكسيد مغنيسيوم مع حمض هيدروكلوريك. تعالى نكتبها. أول حاجة قال لك أكسيد مغنيسيوم ماشي؟ خلينا نكتب الحمض الأول، هي جاية في دماغك تكتب الحمض الأول، خلاص ماشي. حمض هيدروكلوريك صح كده؟ خلاص أوكي، يبقى HCl زائد عندك إيه؟ أكسيد مغنيسيوم يعني MgO. تمام؟ الMg هياخد الCl والH هتروح للO زي ما عملنا في اللي فوقيه. فيطلع معاك المركب عامل ازاي؟ يطلع معاك المركب بالشكل ده Mg Cl2 زائد H2O. تمام؟ يلا بينا نوزن. أول حاجة ال H داخلة واحدة خارجة 2 شكرا، اضرب هنا في 2. تمام؟ ال Cl داخلة 2 خارجة 2 زي الفل مفيش مشكلة. ال Mg داخلة واحدة خارجة واحدة زي الفل مفيش أي مشكلة. ال O داخلة واحدة خارجة واحدة شكرا وزنت المعادلة. في مشكلة في الكلام ده؟ الوزن سهل قوي، محدش، أنا عارف إن في ناس بتستعب الوزن بس هو الموضوع مش محتاج إن أنت تستصعبه. حقيقي الوزن حاجة سهلة مش محتاجة تستصعب خالص يعني. أوكي؟ وإن شاء الله بعد كل الأمثلة دي تكون في الآخر يعني فهمتوا، يعني الدنيا تمام معاك. يعني تبقى مشكلة لو بعد كل الأمثلة دي ما فهمتوش لسه، دي تبقى مشكلة. تمام؟ طيب. خد يا عم مثال كمان. عندك حمض اسمه حمض البيركلوريك مع أكسيد الصوديوم. تمام؟ طيب إيه حمض البيركلوريك ده؟ الحمض البيركلوريك ده أدي رمزه أهو HClO4. تمام؟ تمام ماشي. وبعدين حطه مع أكسيد الصوديوم يعني Na2O. تمام؟ ماشي. ال Na هتاخد ال ClO4 وال H يروح لل O. أوكي. خلينا نكتبها. فهنقول إيه؟ NaClO4 زائد H2O. يلا بينا نشوف إيه الوزن إيه دنيته. عندك H داخلة واحدة خارجة 2. تمام؟ اضرب هنا في 2. تمام؟ طيب ال Na داخلة 2 خارجة واحدة. تمام؟ اضرب هنا في 2. خد بالك من حاجة، ال ClO4 بقت داخلة 2 هنا اللي احنا ضاربين ده في 2 ماشي؟ فهي كمان بقت خارجة 2 زي الفل. وال O داخلة واحدة خارجة واحدة. في أي مشاكل في الكلام ده؟ إن شاء الله لأ. تمام؟ كده احنا خلصنا وزن المعادلة ماشي؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على ازاي نكتب مركب أصلا، وشفنا التكافؤات عاملة ازاي، وقبل كده اتكلمنا على تصنيف العناصر ماشية ازاي، وخلاص ايه؟ خلصنا كمان وزن المعادلة والدنيا دي كلها. اوكي؟ اوكي. نبدأ بقى نخش على حاجة احنا خدناها في العلوم المتكاملة في حتة صغيرة من درس كده ماشي؟ كانت اسمها الكتلة المولية، خدناها وخدنا حاجة اسمها المول برضو في النص كده. تمام؟ طيب ايه الكتلة المولية دي؟ الكتلة المولية دي يديك مركب ماشي؟ ويديك كتلة كل ذرة فيه بكام ماشي؟ ويروح قايل لك ايه بقى؟ شوف لي بقى المركب ده كله على بعضه كده بكام بقى؟ تمام؟ ده المقصود بكلمة كتلة مولية ماشي؟ يبقى هيديك مركب ويديك كمان ايه؟ كتلة كل عنصر فيه. ويقول لك انا عايز اعرف بقى الكتلة بتاعت كله على بعضه بقى بكام؟ تمام؟ طيب خلينا نشوف كده مثال ونفهم اكتر. فقال لك ايه بقى؟ قال لك مثلا احسب الكتلة المولية لكبريتات النحاس المائية ومديك رمزها، قال لك CuSO4.5H2O ومديك ايه؟ مديك كتلة كل ذرة فيهم، الCO ب 63.5، الاس ب 32، الاو ب 16، الاتش ب 1. تمام؟ دي كتلة كل ذرة فيهم. تمام؟ طيب وادي ايه؟ شكل المركب معاك اهو. طب احنا محتاجين بقى نفهم احنا هنعملها ازاي؟ سهلة وبسيطة ان شاء الله. بص يا سيدي، أول حاجة عندك كام ذرة نحاس؟ عندك ذرة واحدة. هل شايف أي ذرة تانية؟ لأ. خلاص. وأنت قلت لي ذرة النحاس بكام؟ قلت لي هي 63.5 صح كده؟ أول حاجة تكتبها تروح كاتب هنا إيه؟ 63.5 وتروح قايل زائد. مش إحنا هنا قلنا مجموع؟ كتلة مولية تعمل مجموع. تمام؟ طيب زائد. عندك كام ذرة كبريت؟ هي واحدة بس.
تمام. طب الكبريت بكام؟ انت قلت لي هي ب 32. اوكي، يبقى نكتب هنا كمان ايه؟ زائد 32 زائد. عندك كام ذره اكسجين هنا؟ قال لك SO4، يعني عندك 4 ذرات اكسجين صح كده؟ طب انت قلت لي ذره الاكسجين بكام؟ ب 16. خلاص اوكي، تروح عامل قوس كده وضارب 4 في 16. مش انت عندك الذره الواحده ب 16 وانت عندك 4 ذرات، خلاص اضرب 4 في 16. تمام؟ طيب حلو قوي. وبعدين زائد، قال لك 5H2O صح كده؟ خد بالك من حاجه، الخمسه دي مضروبه في الاتش ومضروبه في الاو. بمعنى يعني مثلا هنا قال لك ايه؟ 5H2 ماشي؟ تروح فاتح قوس كده وعامل ايه بقى؟ 2 في 5 بكام؟ او 5 في 2 بكام؟ ب 10 صح كده؟ تروح قايل لي ايه بقى؟ تروح قايل لي اهو عشان حتى محدش يتلخبط، ادي تروح قايل ايه؟ 5 في 2 في، هي كتلة ذرة الهيدروجين الواحدة بكام؟ قال لك كتلة ذرة الهيدروجين بواحد. تروح بقى انت قايل له 5 في 2 في 1. تمام كده؟ طيب فاضل ايه كمان؟ تروح عامل زائد مرة كمان. وهنا عندك كام ذرة أكسجين؟ ما تقوليش واحدة، عندك 5 ذرات أكسجين. ليه؟ الخمسة مضروبة في الاتنين زي ما اتفقنا، أوكي؟ تروح عامل إيه؟ تروح قايل كده، هي الأكسجين الواحدة بكام؟ ب 16، هو مديها لك. على 5 في 16. تمام؟ يطلع معاك في الآخر 249.5 جرام مول. إيه بقى جرام على مول دي؟ جرام على مول دي هي الوحدة بتاعت الكتلة المولية، فأي كتلة مولية هجيب سيرتها هتلاقيه بيقول لك جنبها إن هي إيه؟ بالجرام على مول. وهتعرف يعني ايه جرام على مول دي كمان ثواني، ماشي؟ كمان شويه كده هتلاقيني ايه بقول لك يعني ايه المول وبديك قانون ليه، وده اول درس عندك في المنهج. هتلاقيني ايه بقول لك كده اول قانون عندك في المنهج، هتلاقيني بشرحه لك النهارده ان شاء الله في الحصه ونحل عليه شويه كمان. تمام؟ فهتلاقيني بقول لك يعني ايه بقى جرام على مول، الكلام ده جه ازاي وكل الكلام الحلو ده. ماشي؟ اهم حاجه يبقى احنا ايه فهمنا ازاي بنحسب الكتله الموليه، فده اهم حاجه عندنا دلوقتي. اوكي؟ طيب تعالى نشوف المثال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ احسب الكتله الموليه للميه. هي الميه ايه رمزها؟ الميه رمزها H2O صح كده؟ تمام. يعني اقدر اقول لك 2H زائد 1O صح كده؟ صح كده. يعني اقدر اقول لك 2 في 1، ما هو قال لك ان ذرة الهيدروجين بواحد، يبقى اقدر اقول لك ايه؟ 2 في 1 زائد 16 عشان قال لك الاكسجين ب 16، يطلع معاك كام؟ تطلع معاك 18. وبما ان دي كتله موليه فنديها ايه الرمز بتاعها؟ جرام على مول، يبقى 18 جرام على مول. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. طيب مثال كمان بيقول لك ايه؟ هنعمله احنا هنا. بيقول لك ايه؟ احسب الكتله الموليه لحمض الكبريتيك. تمام كده؟ طيب محتاجين اصلا نعرف هو حمض الكبريتيك ده ايه رمزه؟ تعال نفتكر كده. رمزه كان بيقول لك ايه؟ كان يقول لك H2SO4. تمام؟ يعني اقدر افكه هقول 2 اتش وواحده اس و4 او. يعني اقول لك ايه؟ هقول لك اول حاجه 2 في 1. جت منين 2 في 1 دي؟ ما هو الهيدروجين اصلا بواحد. تمام؟ طيب زائد، عندك كام ذره كبريت؟ واحده بس، والكبريت بكام؟ ب 32، يبقى زائد 32 زائد عندك كام ذره اكسجين؟ عندك 4، تروح قايل ايه؟ 4 في 16. تمام؟ لو عملت كل ده يطلع معاك في الآخر 98. وما تنساش إن الوحدة بتاعتها اسمها جرام على مول. تمام؟ في مشكلة في الكلام ده؟ إن شاء الله لأ. تمام؟ طيب نيجي بقى لعدد المولات. واحنا خدنا يعني ايه مول، خدناه كتعريف كده صغير في العلوم المتكامله. تمام؟ بس طبعا ما دقناش عليه عشان هي كانت سطرين كده. طيب ايه بقى حوار المول ده بقى؟ ايه الدنيا بتاعته ماشيه ازاي؟ ولا ايه الدنيا بتاعته ماشيه ازاي؟ قال لك بص، انت مثلا لو انت عايز توزن كتله حاجه، ماشي؟ لو انت عايز توزن مثلا كتله القلم ده، هتقول لي يا مستر وليكن يعني يا مستر القلم ده انا وزنته طلع كتلته مثلا 5 جرام. تمام؟ طيب اوكي، معنى كده ان الوحده بتاعت الكتله دي اسمها جرام، ممكن تكون حاجه كبيره فتقول عليها كيلو جرام. تمام؟ طيب مثلا انت عايز تقيس طول شخص، فهتقول لي مثلا يا مستر وليكن
الشخص ده انا قست طوله وطلع طوله 180 سم مثلا يعني. تمام؟ فاحنا كده عرفنا ان الطول بيتقاس بوحده اسمها السنتيمتر، ماشي؟ وممكن يتقاس بالمتر نفسه عادي، بس طبعا مش شخص يعني. تمام؟ طيب ايه تاني ممكن نقول برضه؟ مثلا انت عايز تقول لي ان الحاجه اللي انت عملتها دي، وليكن مثلا الدرس اللي انت ذاكرته ده انت ذاكرته في ساعه ونص، فمعنى كده انت بتقول ان هو عنده ايه؟ ان انت كده ذاكرت في ساعه ونص الدرس، ماشي؟ او اللي هو ايه يعني 90 دقيقه، ماشي؟ يبقى انت عشان تقيس زمن بتقيس بوحده اسمها الدقيقه او الساعه. طب مستر انت عايز توصل ايه يعني؟ عايز اقول لك ان احنا عندنا في الكيمياء لما بنيجي نتكلم على كميه ماده فاحنا بنطلق عليها حاجه اسمها المول. فالمول ده بالنسبه لك هو كميه الماده، تمام؟ بس كميه الماده بالنسبه للكيمياء، فاي ماده كيميائيه لما نيجي نتكلم عليها ككميه ماده نروح قايلين عليها ايه؟ نقول عليها دي بالمول. مثلا دي 2 مول، ما عندك 2 مول حمض كبريتيك، عندك 1.5 مول مثلا NaOH. تمام؟ فلما اجي اقول لك حاجه زي كده فانا المقصود بيها ان انا عايز اقول لك ان كميه الماده الكيميائيه دي هي كذا. تمام؟ فزي ما انت مثلا بتوزن حاجه تقول عليها بالجرام، او مثلا تيجي تقول على حد تيجي تقيس طول حد تقول بالسنتيمتر، او عايز تقيسها بالمتر تقول متر ونص ايا كان يعني، او 2 متر حتى. تمام؟ طيب فهي نفس الفكره، زي ما بتقول على الطول وبتقول على الوزن ليها وحدات، فهي برضو كميه الماده بالنسبه لنا الوحده بتاعتها هي اللي اسمها المول. تمام؟ ده شرح بسيط لمعنى كلمه مول عشان تبقى انت فاهم معايا يعني ايه مول اصلا. اوكي؟ طيب محتاجين نعرف ايه قانون المول وايه الاسئله عليه تيجي ازاي. ماشي؟ وده اللي احنا هنعمله دلوقتي. اول حاجه محتاجين نعرف قانون المول. تمام؟ فلو انت عايز تعرف قانون المول فعدد المولات هتساوي بالنسبه لك كتله الماده بالجرام على الكتله الموليه للماده دي. تمام؟ طيب كتله الماده بالجرام خلاص احنا فهمنا ماشيه ازاي، والكتله الموليه احنا لسه كنا بنحلها. تمام؟ يبقى معنى كده ان احنا هنعرف بسهوله نجيب عدد المولات لو انت موفر لي كتله الماده بالجرام قد ايه وموفر لي كتلتها الموليه قد ايه. تمام؟ طيب ما تيجوا نشوف كده اسئله ونشوف هنعرف نتعامل معاها ولا ايه الدنيا. طيب عندك سؤال بيقول لك ايه؟ احسب عدد مولات الميه الموجوده في 36 جرام منها، ومدينا ان الاتش بواحد والاوب 16، كتر خيرك. طيب ايه اللي نعمله؟ قال لك اول حاجه انت عشان تجيب عدد مولات محتاج ايه؟ محتاج كتله جراميه، محتاج كتله موليه. الكتله الجراميه هو مديها لك، فاضل الكتله الموليه. هل هو مديها لك؟ مش مديها لك صريحه، بس مديك كل جزيء او مديك كل ذره كتلتها بكام. تمام؟ انت المفروض يعني طبيعي انت عارف ايه رمز الميه هو ايه؟ H2O، صح كده؟ طيب ما تقدرش تجيب منها الكتله الموليه؟ تقدر تجيب منها الكتله الموليه. مش انت قصدك يا مستر ان فيها 2 اتش وواحده او؟ تمام. طب وانت قلت لي ان الاتش بواحد والاوب 16 بالظبط، خلاص يبقى انا اقدر اقول لك ايه؟ 2 في 1 زائد 16. تمام؟ الله ينور عليك. تطلع معاك كام؟ تطلع معاك 18. تقول لي خلاص يبقى الكتله الموليه بتاعت الميه بتساوي 18 جرام على مول. اقول لك زي الفل. تمام. هل انت كده جبت عدد المولات؟ لا، بس خلاص هعرف اجيب. ليه؟ ما اصل خلاص انت جبت الكتله الموليه والكتله الجراميه هو كده كده بداك في المساله. فتقدر تقول له ايه؟ والله اقدر اقول لك ان عدد مولات الميه هتساوي معاك كتله جراميه على كتله موليه. يعني تساوي ايه؟ تساوي كتله جراميه اللي انت مديها لي في المساله ب 36 على الكتله الموليه اللي انت لسه مطلعها ب 18. ف 36 على 18 تطلع معاك 2 مول. وما تنساش طبيعي لما تطلع عدد المولات تكتب الوحده بتاعته، فهي الوحده بتاعته اسمها مول. تمام؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ ادي اول مثال وعرفنا نحله والحمد لله، وان شاء الله بيكون بسيط عليكم. طيب تعال نشوف مثال كمان. بيقول لك ايه؟ احسب عدد مولات 49 جرام من حمض الكبريتيك، ماشي؟ ومديك ان الاوب 16 والاس ب 32 والاتش بواحد. نقدر نجيبها؟ ان شاء الله نقدر نجيبها. جرب انت كده فيها لوحدك كده، جربها لوحدك وايه؟ وقف كده الفيديو ثواني جربها وطلع ناتج وافتح الفيديو شوف هيطلع نفس الناتج ولا لا. طلع نفس الناتج انت زي الفل، زي الفل، بس كان معايا برضه، بس انت زي الفل. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه محتاجين نجيب ايه؟ كتله موليه. كتله جراميه انت مديها لي زي الفل، انا عايز كتله موليه. فلازم اكتب ايه؟ العنصر، لازم اكون عارف شكله عامل ازاي. هنا المركب اسمه ايه؟ حمض كبريتيك، يعني عناصره عباره عن ايه؟ يعني مركب شكله H2SO4. تمام كده؟ تمام كده. يعني اقدر اقول ان كتلته الموليه عباره عن 2 في 1 زائد
الاس اللي هو عندنا اس واحده بس ب 32، يبقى زائد 32 زائد عندك 4 عناصر 4 ذرات من الاكسجين، والاكسجين الذره اصلا بكام؟ ب 16. تروح قايل ايه؟ تروح قايل 4 في 16. تمام؟ كل الليله دي تطلع معاك 98 جرام على مول. تمام كده؟ تمام كده. طيب كده انت طلعت ايه؟ الكتله الموليه. تعرف تجيب عدد المولات؟ ان شاء الله. عدد المولات بتاعتك بتساوي كام؟ هتساوي معاك كتله جراميه على كتله موليه. كتله جراميه هو مديها لك ب 49 على كتله موليه انت طلعتها ب 98. 49 على 98 تطلع معاك ايه؟ تطلع معاك نص مول. تمام؟ وادي ايه؟ المساله خلصت. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. تمام؟ طب تعالى نبص كمان ايه؟ سؤال كمان. هنا بقى قال لك ايه؟ قال لك انا عايز كتله هيدروكسيد صوديوم، كتله 1/10 مول من هيدروكسيد صوديوم. تمام؟ طيب عشان اعرف اجيب كتله، ماشي، يبقى انا محتاج عدد مولات وكتله موليه. ارجع للمثلث، ادي المثلث كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك ان عدد المولات بتساوي كتله جراميه على كتله موليه. طب هو قال لك ايه؟ قال لك انا عايز كتله جراميه. طب انا عايز كتله جراميه، يبقى عايز كده تعمل ايه؟ تجيب عدد مولات وتجيب كتله موليه تربوه في بعض. اوكي، هتلاقيه هو مديك ايه؟ هو مديك اصلا عدد المولات ب1/10 مول. تمام، يبقى احنا فاضل معانا ان احنا نعرف نجيب الكتله الموليه لهيدروكسيد صوديوم ونضربهم في بعض. تمام. طيب هيدروكسيد صوديوم ده اللي هو رمزه ايه؟ والله يا مستر هيدروكسيد صوديوم يبقى NaOH. صح كده؟ صح كده. يعني لو عايز تجيب كتله موليه ليه هتقول ايه؟ ال Na ب 23، يبقى تقول 23 زائد عندك كام ذره اكسجين؟ واحده بس ب 16. عندك كام ذره هيدروجين؟ واحده بس بواحد. 23 زائد 16 زائد 1 يطلع معاك 40. وما تنساش الوحده جرام على مول. تمام؟ طيب وبعدين ابدا اقول ايه؟ ابدا اقول خلاص يبقى انا كده معايا كتله موليه ومعايا عدد مولات، اقدر اضربهم في بعض اجيب الكتله الجراميه. يبقى اقدر اقول دلوقتي ان الكتله الجراميه هتساوي معانا 40 اللي هي الكتله الموليه في 1/10 اللي هي عدد المولات. تمام؟ طيب 40 في 1/10 تطلع معاك 4. وبما انك بتتكلم على كتله جراميه يبقى بالجرام. ماشي؟ يبقى طلع معاك ايه؟ 4 جرام. في مشكله في الكلام ده؟ واعتقد كده انت بقيت فهمت هي ليه الكتله الموليه كان الوحده بتاعتها جرام على مول. ليه؟ عايز تعرف وحده حاجه خبيها. بمعنى خبي الكتله الموليه هتلاقي معاك ايه؟ كتله جراميه وعدد مولات. الكتله الجراميه ايه وحدتها؟ جرام. والمعدد المولات المول، فيطلع معاك ايه؟ جرام على مول. واضحه كده؟ طيب نرجع تاني للسؤال بتاعنا. خلاص حلينا السؤال ده. تعال نبص على السؤال اللي تحتيه. بيقول لك ايه؟ عايز عدد مولات الميه الموجوده في عينه كتلتها 36 جرام. تمام؟ طيب خلينا نجربها ونشوف هنعمل فيها ايه. طيب 36 جرام دي احنا محتاجين نعرف ايه؟ اول حاجه الكتله الموليه للميه. الميه قلنا ب 18 لسه كنا عاملينها من شويه. تمام؟ طيب طالما احنا عارفين ان الكتله الموليه ب 18 والكتله الجراميه ب 36، تعمل ايه؟ اقسم ده على ده. 36 على 18 فيها الاتنين مول. تمام؟ في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى كده خلاص خلصنا منها، كده 2 مول. طيب تعالى نشوف عندنا كمان سؤال كمان، خلينا نشوف نعملها ازاي. قال لك ايه بقى؟ احسب الكتلة المولية لعنصر الرصاص علما بأن كتلة 2/10 مول منه بتساوي 41.4 جرام. تحس المسألة غريبة؟ مش مشكلة. هو عايز ايه؟ عايز كتلة مولية، صح كده؟ احنا عارفين ان الكتلة المولية بالنسبة لنا كانت بتساوي كتلة جرامية على عدد مولات. صح كده؟ صح كده. خلاص اوكي. انت مديني ايه؟ مديني كتلة مولية، انت مديني عدد مولات ومديني كتلة جرامية، خلاص سهلة. بسيطة جدا. هتعمل ايه؟ اقسمهم على بعض. يعني تقول لي 41.4 على 2/10. تمام؟ تطلع معاك كام؟ تطلع معاك 207. وما تنساش بما ان انت بتتكلم على كتله موليه تحط الوحده بتاعتها اللي هي جرام
على مول. تمام كده؟ تمام كده. طيب ناخد مثال كمان، بيقول لك ايه؟ ما كتلة الألمنيوم في 306 جرام من أكسيد الألمنيوم. هنا بقى في تركايه صغيره، مش تركايه يعني، بس المثال مختلف شويه. ازاي بقى؟ هو بيقول لك ايه؟ هو عايز كتله الالومنيوم اللي موجوده في اكسيد الالومنيوم، صح كده؟ طب احنا محتاجين نكتب ايه؟ معادله صغنطوطه كده. نعمل ايه؟ اكتب كده ال Al2O3. تمام كده؟ تمام كده. طيب هو ال Al2O3 المركب ده فيه كام Al؟ والله يا مستر بالله شايفه كده فيه 2 Al، بسيطه وزي الفل، انت جدع. خلاص اكتب هنا 2 Al. تمام؟ تمام. عايز توصل لايه يا مستر؟ بص يا سيدي، هسألك سؤال. هنا في كام مول؟ الرقم اللي بيتكتب هنا ده اسمه مول. هنا في كام مول؟ هنا في مول واحد بس، صح كده؟ في مول واحد بس، جميل. ماشي، وبعدين تقدر تجيب الكتلة الجرامية بتاعت ده؟ مش احنا كنا لسه بنقول ان الكتلة الجرامية هتساوي معانا عدد المولات في الكتلة المولية، صح كده؟ ده من المثلث اللي ورا. اوكي، واحنا اتفقنا عدد المولات بواحد، صح كده؟ صح كده. يعني اقدر اقول لك ان الكتله الموليه هنا هي الكتله الجراميه. تمام؟ معايا تاني، تعال نجيب المثلث عشان ما تتوهوش مني. اهو المثلث اهو. مش احنا عندنا هنا لو انا اعتبرت ان عدد المولات ده بواحد، تمام؟ ادي ايه؟ عدد المولات ده بواحد. مش كده انا اقدر اقول ان الكتله الجراميه هي الكتله الموليه؟ هي. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ ما انت لو ضربت الكتله الموليه في واحد انت كده جبت الكتله الجراميه، والواحد كده كتب اي حاجه في واحد هي، فبالتالي يبقى الكتله الموليه هي الكتله الجراميه. واضحه كده؟ يعني انت كده عندك وليكن يعني هنا عندك 200. ماشي؟ انا بقول لك ان في مركب عندك كتلته الموليه 200، فبسالك الكتله الجراميه بتاعت الواحد مول منه بكام؟ هتروح ضارب لي 200 في واحد هتطلع ب 200 برضه. واضحه كده؟ يبقى معنى كده ان انا عايز اقول لك ايه؟ ان الكتله الجراميه هي الكتله الموليه لو عدد المولات بواحد. تمام؟ نرجع بقى لسؤالنا تاني. ماشي؟ ادي سؤالنا اهو. كده اقدر اجيب الكتله الجراميه بتاعت ده؟ هات الكتله الموليه هي الجراميه. ماشي؟ يعني تقول ايه؟ هتروح عامل ايه؟ تروح ضارب كده 2 في 27. ماشي؟ هتروح ضاربها هنا كده 2 في 27 عشان هو مديك ان الالومنيوم ب 27 زائد 3 في 16. تمام؟ لو جيت ضربت الكلام ده كله مع بعضه وجمعت ده زائد ده يطلع معاك 102. 102 جرام. ما تقولش جرام مول بقى، هنا جرام بس. ليه؟ لان عدد المولات بواحد. حلو. طب هنا بقى تعرف تجيب الكتله الجراميه؟ يا مستر عندك عدد المولات ب2 اهو، والالومنيوم احنا عارفين كتلته الموليه، صح؟ تروح عامل ايه؟ تروح ضارب 2 في 27. تمام؟ 2 في 27 تطلع معاك 54. يبقى عندك 54 جرام. طيب وبعدين هو انت اصلا كنت عايز ايه؟ انا كنت عايز كتله الالومنيوم، ماشي، في 306 جرام من اكسيد الالومنيوم. تمام، تقريبا نورت معايا. ازاي بقى؟ مش انت كده في اول سطر انت جبت لي الكتله الجراميه بتاعت ده وبتاعت ده؟ حصل. طيب وانا مديك كتله جراميه في المساله انا عايز من خلالها كتله الالومنيوم؟ حصل. طب وبعدين اعمل ايه؟ سهله وبسيطه. شايف 306 دي؟ اكتبها تحت الايه؟ تحت المركب بتاعها 306 جرام. عندك مجهول واحد، صح؟ عندك مجهول هنا اهو. تمام؟ تمام. في حاجه عندك اسمها طرفين في وسطين. تروح عامل ايه عشان تعمل طرفين في وسطين؟ صح، المجهول قدامك اهو، صح كده؟ شوف اللي قدامه اضربه في اللي في وشه على اللي هنا الناحيه الثانيه ده. تمام؟ يبقى تشوف المجهول، تيجي اللي جنب المجهول ده اللي هو اللي جنب المجهول اهو، تروح ضربه في اللي في وشه وتقسم على اللي جنبه هنا. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ يعني هتقول ايه؟ هتقول عندك 306 في 54 على 102. تمام؟ تطلع معاك 162 جرام. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش اي مشاكل خالص. تمام؟ انا اديتك شويه افكار كده حلوه على حوار المولات ده. ماشي؟ وانا كده خلصت لك جزء حلو كده في اول درس على فكره. ماشي؟ اهم حاجه التاسيس في الاول. التاسيس اللي كان في الاول ده مهم جدا. لو انا كنت دخلت لك على عدد المولات على طول هتتوه مني، تحس انت مش فاكر اي حاجه، خصوصا انت جاي من علوم متكامله ما كانتش فيها جزء كامل كيمياء تقدر تبني عليه.
اوكي؟ فعشان كده فانت تعتبر اخر باب كيمياء اخدته كان في اعدادي. ماشي؟ فانا عذرك، انت ممكن تكون ناسي حاجات طبيعي، فعشان كده احنا بدانا ايه؟ نفكرك بالحاجات الاول وبعد كده جينا نتكلم في الموضوع ده. اوكي؟ طيب. عندك الجدول الدوري، تمام؟ بس قبل الجدول الدوري في حاجه عايز اقولها لك تبقى مفرق بينها وبين بعضها، وبعد كده نتكلم على الجدول الدوري، نتكلم على حاجات بسيطه فيه كده. تمام؟ طيب ايه الحاجه اللي انا عايز اقولها لك؟ خلينا نيجي نكتبها مثلا ايه؟ خلينا نكتبها هنا ونبقى نمسحها. طيب ايه اللي هنكتبه؟ بص يا سيدي، في فرق بين لما انا اقول لك انت عندك في أوهاية وفي عندك هنا O2 وفي عندك هنا 2O. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك دلوقتي. انا لو قلت لك انت عندك في أوهاية، ده معناها ايه؟ معناها ان انت عندك ذرة اكسجين. تمام؟ خد بالك من النقطة دي. لما انا اقول لك عندك O معناها عندك ذرة اكسجين. تمام كده؟ تمام كده. طيب اما اجي اقول لك O2، لو جيت قلت لك O2 ده معناها ان انت عندك جزيء اكسجين. طب وايه هو الجزيء؟ الجزيء ده يعني ذرتين ماسكين في بعض متحدين مع بعض كيميائيا. تمام؟ يعني لو افترضنا ان ادي ايه؟ دي ذره كده وهي اهي، ماشي؟ فده عندك ايه؟ ده ايه؟ ادي ذره اهي وادي ذره ثانيه ماسكه معاها اهي. دي وهي ودي وهي. تمام؟ ده المقصود بكلمه ايه؟ لما اقول لك جزيء. تمام؟ طيب اجي انا هنا بقى اقول لك ايه؟ 2O دي معناها ايه؟ معناها عندك ذرتين مش مرتبطين ببعض، مش متحدين مع بعض. يعني ايه؟ يعني ادي وهي اهي، ماشي؟ وادي وهي الناحيه الثانيه اهي. تمام؟ يبقى انت عندك كده في فرق بين لما اقول لك انت عندك ذره واحده، ماشي؟ دي كده يبقى حاله ذريه، وفي فرق بين لما اقول لك انت عندك جزيء، ماشي؟ ده عندك كده اسمه جزيء، ان هما ذرتين مرتبطين ببعض، ده اسمه جزيء، ماشي؟ وبين لما اقول لك ان عندك 2O يبقى انت عندك ذرتين بس مش مرتبطين ببعض. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. تمام؟ فانا بس ايه؟ حبيت اوضح لك حاجه زي كده. وفي عندك ممكن اقول لك O سالب وسالب 2، ده معناها ايون. ماشي؟ ايون ده مش شرط يبقى سالب 2، هو لازم يكون في شحنه فوقيه. والايون ده يا اما اكتسب يا اما فقد، يا اكتسب الكترونات يا فقد الكترونات على حسب شحنته هنعرفها. كل الكلام ده انت هتتعرضه في المنهج. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. طيب امسح بقى يا باشا الكلام ده ونبص على الجدول الدوري نشوف احنا عايزين منه ايه. بص يا سيدي، انت كان عندك الجدول الدوري ده كنت شفته قبل كده انت في اعدادي. تمام؟ انت لو عايز تقول تتكلم عليه ك كعندك كجروبات، ماشي؟ اللي هي مجموعات رئيسيه. فانت كان عندك هنا نقدر نقول ان ده اسمه 1A وده اسمه 2A، ماشي؟ سيبك من اللي تحت ده دلوقتي. وده اسمه 3A وده اسمه 4A وده 5A 6A 7A. تمام؟ وكان عندك في معلومه كده ان الجدول الدوري بعد رقم 7 بيحصل في حاجه غريبه دايما. بمعنى مش هنا 7A المجموعه اللي ما اسمهاش 8A، امال اسمها ايه؟ اسمها المجموعه الصفريه. تمام؟ وفيها الغازات الخامله، كل اللي فيها دي غازات خامله. اوكي؟ طيب حلو. انت قلت هنا ايه؟ 1 A 1 A 2 A صح كده؟ انزل لتحت، طالما نزلت لتحت انت بتبدا بالبي. تمام؟ طيب يبقى هتلاقي هنا ايه؟ 3B 4B 5B 6B 7B. وزي ما اتفقنا بعد رقم 7 لازم حاجه غريبه تحصل في الجدول الدوري. فتلاقي عندك ان العمود ده والعمود ده والعمود ده او الثلاث مجاميع دول اسمهم المجموعه الثامنه. تمام؟ وهتعرف ليه في وسط السنه لما تيجي في الباب الثالث ان شاء الله تعرف ليه. تمام؟ طيب يبقى انت هتلاقي المجموعه دي والمجموعه دي والمجموعه دي اسمهم ايه؟ اسمهم المجموعه الثامنه. ماشي؟ طيب وبعدين خلصت الثامنه ارجع بقى من اول 1B، يبقى ده اسمه 1B وده اسمه 2B. ماشي؟ وتكمل هكذا. فزي ما اتفقنا بدايتك 1A نهايتك المجموعه الصفريه. عندك 1A 2A انزل لتحت 3B لحد توصل ل 7B يحصل حاجه غريبه. تلاقي ثلاث مجاميع ورا بعض واخدين ايه؟ رقم الثامن، رقم 8 اسمها المجموعه الثامنه. بعد كده ترجع تاني من اول 1 يبقى 1B 2B تطلع فوق تكمل بقى لما طلعت فوق ترجع تاني للايه 3A لحد 7A وبعد ال 7 تلاقي حاجه اسمها المجموعه الصفريه. اوكي؟ اوكي تمام؟
طيب وبعدين عايزين نقول ايه كمان؟ بص يا سيدي، دي عندك الاول صفين دول اللي هو ال 1A وال 2A كان عندك اسمهم عناصر الفئه اس. تمام؟ وفي جدولنا او في منهجنا السنه دي الترم ده ان شاء الله هتعرف احنا ليه قلنا عليها عناصر الفئه اس، وهتعرف ايه الاس ده اصلا. اوكي؟ طيب يبقى اول حاجه عندك ايه؟ دي اسمها عناصر الفئه اس. طيب بص كده الناحيه الثانيه، هتلاقي عندك الناحيه الثانيه عناصر الفئه بي. تمام كده؟ طيب يبقى عندك الحته دي كلها كده اسمها عناصر الفئه بي. ماشي؟ طيب خد بالك بقى من حاجه، لو انا جيت قلت لك انا عايز اعرف نوعيه العناصر، ودي حاجه انت هتاخدها السنه دي في الترم ده بس تبقى عارفها برضه. قال لك ايه؟ العناصر بتاعت اس وبي ما عدا الصفريه، يعني لحد هنا كده ماشي؟ ما عدا الصفريه، يبقى عناصر اس وبي ما عدا الصفريه اسمها عناصر ممثله. تمام؟ وهتعرف يعني ايه ممثله برضه ساعتها. ماشي؟ بس ايه حاجات بسيطه كده تبقى عارفها بس. ماشي؟ يبقى انت عندك عناصر اس وعناصر بي ما عدا الصفريه اسمها ممثله. تمام؟ طب بالمره بقى الصفريه دي اسمها ايه؟ اسمها غازات خام. تمام؟ يبقى بالنسبه لك ايه؟ الصفريه اسمها غازات خام. اوكي؟ طيب حلو قوي. وبعد كده شايف بقى اللي في النص دول كلهم، اللي في النص دول اسمهم عناصر الفئه دي. تمام كده؟ طيب هل يا مستر ليهم اسم؟ ليهم اسم برضه تحت اللي هو اسمها ايه؟ اسمها عناصر انتقاليه رئيسيه. تمام؟ يبقى انت كده عرفت ان الفئه دي هي اللي في النص دي اسمها عناصر الفئه دي. ماشي؟ واسمها عناصر انتقاليه رئيسيه. ماشي؟ اما العناصر الفئه اس وبي ما عدا الصفريه اسمها عناصر ممثله. اما المجموعه الصفريه اسمها ايه؟ غازات خام. ماشي؟ فاضل معاك اخر حاجه واللي هي الجزء اللي تحت ده اسمه عناصر الفئه اف. تمام؟ والجزء اللي فوق ده اول سلسله منهم اسمها اللانثانيدات، والسلسله الثانيه اسمها الاكتينيدات. تمام كده؟ طيب لحد هنا احنا خلصنا حصه التاسيس وخدنا حل جزء كويس من اول درس وحلينا شويه عليه. تمام؟ في مشكله لحد كده؟ ان شاء الله ما فيش اي مشكله خالص. تمام؟ تحت هسيب لكم في الديسكربشن اللينك بتاع قناه الواتساب بتاعتنا بتاعت تانية ثانوي. تمام؟ وهتلاقي رقم في الواتساب. ماشي؟ لو انت عندك اي مشكله تقدر تبعت لنا واتساب ونحلها. اوكي؟ طيب واشوفكم على خير ان شاء الله، وربنا يوفقكم في السنه دي ان شاء الله.